السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا بكم في فيديو جديد من قناة طبخاتي وحلوياتي. النهاردة هنفرز الطماطم يا جماعة، اهي بترخص في السوق، وده الوقت بقى المناسب اللي احنا نجيب الطماطم ونفرزها يا جماعة في الفريزر. وهقولك ازاي تخزني الطماطم وتفرزيها وتفضل حمرا معاكي لغاية اخر كيس تاخديه، حتى لو يعني هتخليها سنة في الفريزر معاكي. يلا بينا نسمي الله ونعرف بقى ازاي بنفرزها. انا هنا عندي كميه الطماطم دي، دول حوالي 7 كيلو. انت هاتي الكميه اللي تحبيها. هنغسلها كويس جدا طبعا، ومش هنعملها صحيحه ولا اي حاجه، هنقطعها انصاص. طبعا ما تقطعهاش بالطريقه دي وهي سليمه. اقسميها نصين الاول، بعدين شيلي الحته الخضراء دي يا جماعه. بنفس الطريقه كده كده، ما هضرناش منها اي حاجه. يا ريت يا جماعه ما تبخلوش عليا باللايك وتعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. تمام كده، هنقطع بقى كل الكميه اللي معايا انصاص بالطريقه دي وارجع لكم تاني. انا هنا خلصت كل الكميه، عملوا لي ما شاء الله الحلتين دول، حله كبيره وحله صغيره. هنعمل ايه بقى وهنسويها ازاي وهنخزنها ازاي؟ هنحطها على البوتاجاز من غير اضافه اي ميه خالص، ما تحطيش اي ميه. هتحطيها على نار وسط وهتغطيها لغايه ما تغلي. هتغلي هتلاقيها نزلت ميه كتير، هتنزل كل الميه اللي فيها وهتشربها تاني من غير اضافه اي ميه. هي هتغلي تنزل ميتها وتشربها تاني، واول ما تشرب كل الميه اللي فيها ما يبقاش فيها اي سوائل، هنطفي عليها على طول. تمام. وبعدين هقول لكم هنعمل ايه. يلا بقى بينا نحطها على البوتاجاز. انا حطيتها اهو، ابتدت تغلي يا جماعه، شايفين الميه؟ هي طبعا ده بعد شويه من غليها، هي كان فيها ميه اكتر من كده وابتدت هي تشربها تاني. احنا بكده بنحافظ على لون الطماطم وبنحافظ على كل السوائل اللي فيها، عشان ده اللي مش بيخلي الطماطم تخضر معانا او تصفر في الفريزر، يعني بتفضل حمرا زي ما هي. شايفين يا جماعه؟ الحله دي بس كانت لسه كنت مطيه عليها قوي، فكانت لسه بتبتدي تغلي، يعني لسه الميه بتاعتها بتنزل. ده بقى شكلها بعد ما خلاص الطماطم نزلت ميه وشربتها تاني. شكلها بعد ما استوت، انا فضيت الحلتين على بعض. تمام. هنخليها بقى لغايه ما تضرب ما تبرد خالص، وبعدين هنضربها في الخلاط. طبعا الطريقه دي احسن طريقه لتفريز الطماطم، انا جربتها. الطماطم بتفضل معاكي حمرة جدا جدا، وبعدين بتبقى مركزه تقريبا، يعني كميه صغيره بتكفي طبخه كبيره. يعني انا هقول لكم دلوقتي انا هعمل ايه. مجين بس هيعملوا لي طبخه حلوه. انا هنا فضيت شويه منهم في الخلاط، وهبتدي ان انا بقى اضربهم كويس جدا جدا لغايه ما نتاكد ان كل القشر اللي فيها ده تماما. ولازم نسيبها لغايه ما تبرد يا جماعه، ما ينفعش تضربيها في الخلاط وهي سخنه، يعني لازم تسيبها لغايه ما تبرد خالص. تمام كده. انا هنا بصوا بقى الطماطم بعد ما اتضربت هتنزل بقى سايله ازاي. طبعا منظرها في الاول كان يخض وتقولي ان هي عامله كده ليه. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، وكميه الحمار اللي فيها مش طبيعي. بتفضل كده يا جماعه لغايه اخر كيس بتطلعيه. لو طلعتيه بعد سنه بيطلع معاكي بنفس اللون ده. بجد دي احسن طريقه لتفريز الطماطم يا جماعه، جربتها وبجد اعملوها هتعتمدوها دايما، مش هتفرزوا الطماطم غير كده. وسهل جدا جدا بعد كده انك تيجي تعملي محشي، تعملي خضار، تعملي اي حاجه. بجد بيبقى الموضوع سهل جدا معاكي. انا هنا ضربت الكميه كلها. هنجيب بقى اكياس اللي هي التلاجة دي، اكياس البلاستيك بتاعه التفريز. وتجيبي بقى عندك اي علبه، اي حاجه يدخل فيها الكيس. شايفين يا جماعه الكياس دي الحجم الوسط العادي جدا. وهنا جبت علبه بس عشان يدخل فيها الكيس، عشان ايه يبقى سهل عليا. ومج عادي جدا. انا بقى بعير مجين من الطماطم، هما اللي انا بحتاج لهم، يعني هما مجين في الكيس. تعملي بقى بيهم مكرونه، تعملي بيهم طبخه. آه يعني هي دي كفايتي. انت بقى طبعا يعني اعملي الكميه اللي تناسبك.
طبعا مش شرط تجيبي كمية كبيرة مرة واحدة، يعني ممكن كل ما تنزلي مثلا السوق تجيبي مثلا 5 6 كيلو زي دول تفرزيهم. كل مرة كل اسبوع تجيبي. هتلاقي عندك كمية كبيرة عملتيها وما تعبتيش فيها، لان احنا ما عملناش على بعضها. هنا بقى انا خلاص خدت الكميه اللي انا عايزاها. نبتدي بقى نخرج الهواء كويس من الكيس، ما نربطش الكيس وهو يا جماعه فيه هواء. تمام كده. بس يا جماعه كده بنفس الشكل. هنعمل بقى الكميه كلها كده بنفس الشكل ده. عايزه كميه اقل، عايزه تزودي الكميه، عايزه تعمليها نفس الكميه دي، براحتك، ليكي مطلق الحريه. انا هنا بقى بعد ما فرزت الكميه اللي انا عملتها، عملوا ما شاء الله 6 اكياس دول. حلوين جدا يكفوني، كمان ممكن اطلع اخد على قدي. والباقي بتاع الطماطم افضيه في علبة واحطه في التلاجة استخدمه مرة تانية، ما بيحصلهاش اي حاجة خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ورب اكون قدرت افيدكم يا جماعة بتجربتي في تفريز الطماطم. دي احسن طريقة ممكن تفرزي بيها الطماطم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.